يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة المؤجلة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على إنبي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 29. وسيلتقي النادي الأهلي مع طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري العام المصري يوم الجمعة المقبل 26 مايو في 8 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد الكلية الحربية، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق، بينما يوجد فريق طلائع الجيش في المركز ال17 برصيد 26 نقطة. وانتهت مباراة النادي الأهلي مع طلائع الجيش في مواجهة الدور الأول لبطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل. واقترب النادي الأهلي من استعادة وحسم بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج الأهلي ل10 نقاط فقط لإعلانه بطلا لبطولة الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه دون النظر لنتائج المنافسين، حيث سيصل النادي الأهلي للنقطة 66، وفي حالة تحقيق بيراميدز الفوز في كل مبارياته القادمة لن يصل لعدد نقاط النادي الأهلي الذي ما زال أمامه عدد من المباريات المؤجلة.